أعرف شلون أفاتحك بالموضوع، بس هذا اللاعب الإمكانية ترك المنتخب لأسباب مجهولة. دانيلو السعيد لاعب ذو إمكانيات رائعة، وأنا متأكد راح يصدمكم مثل ما صدمني. هذا اللاعب لعب مع المنتخب العراقي تصفيات كأس العالم 26 في الجولة الأولى ضد العمان، وبعدها اختفى لأسباب مجهولة، ولا الاتحاد ولا يونس محمود ولا الإعلام ولا أي أحد من المنتخب طلع وحكى عن سبب خروج دانيلو السعيد من المنتخب. على كل اليوم جايب لك عمره ومعلوماته الشخصية وأساليب بلعبه وكل شيء خصه، وانا متاكد راح تطلع مصدوم من هذا الفيديو. ولا تنسى المتابعه واللايك وعادة النشر تقديرا الجهودي يا شباب. دانيلو عمره 26 عام وطوله متر و76 سنتيم. القدم المفضله هي اليمنى، ويلعب لك على الجناحين. يلعب حاليا بالدوري السويدي بنادي اسمه هاكين. تخيلوا هذا اللاعب بسنه 2023 اخذ افضل لاعب بالنرويج، كانت مستحقه. بذاك الموسم دانيلو بالدوري السويدي قدم اداء مرعب، سجل 11 هدف وصنع 3، يعني مساهماته كانت 14 هدف. مثل ما تشوفون المركز المفضل عند دانيلو هو الجناح الايسر. بصراحه بهذا المركز يؤدي لك اداء خرافي. افضل ميزه عند دانيلو هي المراوغه والتسارع بالمراوغه، يعني راوغ بسرعه فائقه، ومهاري جدا هذا اللاعب مثل ما تشوفون. واذا انت عبالك هو بس مهاري، لا يا حبيبي، الرجال مهاري وعنده انتاجيه على مرمى الخصم مو طبيعيه، من صناعه وتسجيل وبعثره دفاعات الخصوم. بصراحه الظهير اللي يواجه دانيلو راح يعاني معاناه سوداء. من اكثر اللاعبين الصدموني بهاي السلسله هو دانيلو سعيد، ولا شك انه المنتخب العراقي يحتاج لاعب مثل دانيلو سعيد، لان كلش ممكن يخدمك. كل اللي اقدر اقوله على هذا اللاعب انه جناح مثل ما انت تريده. انا ما اعرف الاتحاد وين يريد يوصل بالمنتخب العراقي. سؤالي إلك بهذا الفيديو بعد ما فسخت لك دانيلو سعيد، كم تقيمه من 1 إلى 10؟ وهل تشوف انه يستحق يكون بالمنتخب؟ اكتب لنا بالتعليقات حتى نتناقش. ولا تنسى المتابعة واللايك وعادة النشر تقديرا الجهودي يا شباب. في امان الله.